شخصين، هذول يمكن ما يحبون مختار، فايش سووا؟ جابوا الفيديو مالته ونشروه بالصفحات مالتهم، هذا الشخص العنصري ينتقد اهل الموصل ويتكلم عنهم، والفيديو في التعليقات الناس كلها انجرفت بجهه ما يدرون، هم بعدهم ما شافوا، يعني اغلبهم بعد ما شافوا الفيديو طبوا لي للتعليقات واستلموا، بحيث من البارحه يعني خواتي صار فيك انت فيك قمت ترفع بالستوريات الدنيا شعلتها شعل، ما يصير ما تفهم هاي مالت رحت شفت ومسوي ذا ما غلط عادي، اخله غلط، اظل نفس فكرتي، ابقى اضحك واحشش ونفس التوجه مالتي وانزل لي ستوري لطيف يا شباب ترى هذا هيك الموضوع، رحم الله والديكم وفي مال الله في مال الله. شنو صارت هجمه رقميه هاي استاذ احمد، يعني هجمه الراي العام مال المحافظه كامله، يعني يتوجه ضد شخص. اني لو شو مسوي ايجابيات ينسوها، يعني هم ضربوا لهم على وتر انه هذا يسيء الى الموصل. هسه انا ايش عندي ويا الموصل؟ بس تعال فهموني يعني ايش عندي وياه. علي سؤال دز فصليه حتى نطلع فد شيء مفيد، وبعد يعني قدر الامكان اقل اذيه نفسيه لك كصانع محتوى كصناع محتوى للناس. العراقيين معروف عنهم شعب عاطفي، يعني احنا مثلا هسه لاعبين طوبه هيك ومبدعين وابطال وما ادري شنو، بس يخسرون لعبه اي طبعا ما يفتهمون، مو خوش لعيبه ما ادري شنو، تطلع عليهم فضايح وسوالف ولعبان نفس هسه، فتعرفون هالشيء. الخطوه اللي هسه سويتها كلش حلوه ومستقبلا نصحك تسويها. الانتقاد كلش مهم ونحتاجه، ومجتمعنا بمجاملات هواي اكثر من الانتقاد، فلذلك عندنا لما واحد ينتقد، يعني هو الانتقاد خبيث شيء مؤذي، بس هو شنو المؤذي؟ انه انت لازم تصحح. طبعا فيديوك الاول ما كان انتقاد الشقه هم فد شيء حلو مطلوب ونحتاجه حتى نقدر شويه نتعايش ويا هاي اللويصه اللي احنا موجودين بيها، والشقه والكوميديا مالتك كلش حلو مختار، فالشغله كلش حلوه سويتها. اعتذرت على شنو؟ مو انه اللي انت سويته غلط، بس اكو ناس تاذوا فاعتذرت انه هم تاذوا. هذا الشيء كلش مهم، وداعتك اذا تسويه بعد مره مشاكل. يعني انت لما تعتذر منهم مو تقول انا ترى انا سويت غلط فدا اعتذر منكم، لا انا دا اعتذر منكم لانه انتم المشاعر اللي جتكم لما شفتوا الفيديو مالتي تاذيتوا من لسبب معين، اندفعتوا، اكو حد اذاكم ما ادري شنو، وانت فعلا انا متاكد انت اللي اذاك هم انه ليش هيك الناس تاذوا. انت علاوي الفكره ولا اقاطعك، انا لاول مره اتعرض الى هجمه لاول مره، لذلك كيف انه اتعامل وياها هاي ما يعني ما عرفت، يعني بحيث انا رحت انصدمت لقيت محافظه كامله متوجهه على مختار وتريد هاجمه هذا اللي تزوم على تزوم كل ساعه كل ساعه تزوم. هذا على من مزوم بهذا الفيديو رجعت نشرته 500 مره. يعني انت تشوف اكو ناس ضاجت من الموضوع، لامست وطنيتهم، خلينا نقول مثلا ما نريد نقول عليهم عنصريين ويفكرون، يحب ارضه ويحب بيئته يحب مكانته يحب اسمه يحب اسم محافظته، لامس هالشيء جرحه يا ما الح وياهم شويه، صارت الحاح بالموضوع. المفروض الستوريات كانت تنشال باسرع وقت وتنكتفت كلام لطيف انه انا كان هذا الستوري بس مجرد ريلز اتلاطف وياكم واتشاق وياكم وهذا، ومن هالموضوع راح نفرع على دياله لو نفرع على الناصريه المدفع مالتك. لا الهدف القادم هو دياله ان شاء الله. يلا طيب خلونا صفحات دياله انتظروني. نطلع فد شغله مفيده، نسمع من الناس اللي موجودين هنا، مو كلام بيناتنا احنا، احكوا الان ويا الناس. انا جاي ترى يعني نتمنى يسالونه يا جماعه، بس اكتب سؤالك بس حتى اكتب سؤالك يعني بمنطق بدون انه يعني تروح زايد. هي اذا تنكتب تعليقات انا كل شيء ما تطلع لي تعليقات بالاسئله هنا. بيش الناس الطماطه اليوم يا ترى انا صاعدين بث تسولفون بيناتكم انتم. من اصعد كيات البياع؟ هذا خوش سؤال. طيب سؤال الان اللي انت تريد تسمعه من اهل الموصل، احكي ويا اهل الموصل، بما انه عدد من اهل الموصل جاي يسمع، انت احكي وياهم قول لهم اتمنى منكم اذا مره ثانيه سويت كذا لا تعتبروها كذا، اريد اسمع. قول لهم مره ثانيه اذا لبست القميص يعني كفوا مره لو مرتين، مو 3 مرات 4 مرات، وهذا حتى تتكرر الصفه مره ثانيه. والله انا رسالتي طيب الى
اي اني يعني الى اهل الموصل والى غيرهم، يعني ضروري نتحرى من المعلومه، نشوف الخبر، نشوف هذا المقصر بمحافظتي شنو هذا ايش سوى لها، اروح اشوف ذاك الوقت اللي يصير عندي رده فعل. اما اني مثل ما نسميها يعني احنا العقل الجمعي، انه 1000 واحد قاضي انا مختار انا لازم اصير 1001 وياهم، هذا شيء مو صحيح وما يليق بينا، يعني ابدا ما يليق بينا. احنا كمجتمع نقول بدنا نتطور، بدنا نعبر يعني ايام ما يبقى عندنا التخلف والشغلات ما حلوه، وهاي الاشياء اذا تنم يعني العقل الجمعي هو اكو ناس معناها ما فاهمه كل شيء، يشوفون هوايه اشياء ناس تسوي شيء راحوا صاروا وياهم. يعني ما دا اقصد عن الموصل ولا اقصد، بس اقصد هوايه اشياء تصير عندنا، هوايه هجمات تصير بدون ما حد يتحرك. اي خبر اي شيء ينقر، يعني من اقرا مكتوب احمد الغالب يسيء الى العراق، انا ما اجي اكتب على احمد ليش عشان العراق والعراق يشرفك مدري شنو طوط، لا اروح اشوف احمد ايش حكى. لان اصحاب البيجات والادمنز اللي موجودين ترى 56 يعني ناس بس يريدون يسوون تفاعل، بس يريدون يسوون اكبر شخصيه ممكن يسحلوها ببوست واحد. هاي رسالتي يعني، هاي كلش مهمه الرساله، اتمنى يعني تصل. هاي اول وحده نسمع منك علي، وبعدين نسمع من احمد ونسد البث لان طولنا والناس حتى تكونون حكيتها مثنى. العفو، ها كمل. ايه بس حتى تكونون بصوره يا جماعه الخير. ما يعني مثل ما نقول اذا اني او محلول حبيبي مصطفى العزيز، اذا اني او خلينا نقرا ايش بك تقاطع على متابعيكم نحكي شلون ما اعرف والله. ناس لطيفه تحكي، وهذا جرجيس سمينا لطش يقول صار له ساعه جرجيس ملخ نفسه مثنى صديق مختار من زمان. عظيم صديق انت مثنى صديق مختار تطلع لي التعليقات مشكله ما ادري ليش. جرجيس والله جرجيس. المهم جرجيس انت يقول لك جرجيس انتقد ناس حتى يروح من عندك، يعني جلدك بعد ما يحك، يعني عادي تتعود على موضوع الانتقاد. المهم يا جماعه الفكره انه احنا نراعي مشاعر. انا من وجهه نظري احسن شغلتي ان نتعلمها من هذا النقاش اول شيء انه مثل ما نقول لا كلش ناخذ المواضيع بحساسيه، رقم واحد. رقم اثنين انه احنا نراعي مشاعر البعض اللي يساء فهمنا بها. نايم والله ترى باعو، انا نايم والله بغرفتي. هاي بغرفتي يا عم والله العظيم غرفتي، ومطفى الضوء نايم ما في حاجه، اقوم ابدل واقعد بالبيت. ايه كملوا. اقول لك انزل هذا ونخلص من عنده. انزله من تشتري متحدث من باب الشرقي. ما في اقول لك يلا انهي البث من يمك احمد، انهي البث من يمك مختار، انهي اي واحد من عندكم. اعذروني يا شباب. انا لا قبل لا ننهي يعني خليه يكمل احمد، عندي سؤال انا صغيرون. اي خليه يكمل احمد، كمل. احمد سولف يرحم اهلك الحوار وروح نام. هسه الكنتور يقوم يحكي بمكانه رجاء، يعني لا حد يذب الحوار عليه، ما عندي شيء يعني. انا اشوفكم بس واشوف العالم اللطيف. طيب خليني انا اطرح السؤال الاخير. ثاني بس نشوف تترخص وابقى اتابعكم للنهايه. شغله صغيره اذا تسمحوا لي. اي تفضل ابو حسين. كلش مهمه قلتها نقطه بدايه البث مثنى، خلينا ننتبه عليها يا شباب كلنا. لما نريد ننتقد احد لا نغلط ونتجاوز. ترى ما راح يحصل اي شيء فعلا. عظيم. كلش مهمه، لا تتجاوز، لا تغلط، لا تروح على العرض وعلى المدري شنو. انت هاي لانه انت انت جاي تفرغ. يعني العرض ما نشتري ببلاش احنا والله. فهو يمثل اهل الموصل اللي خلاه يوصل لمرحله الستوريات، وهذه النرفزه والكلام مرت هي بسبب التجاوزات اللي طلعت من الاشخاص اللي يمثلون الموصل. فهذه نقطه جدا سلبيه. اترجاكم من تشوفون موضوع بإساءة لمنطقة أو محافظة أو بلد أو أي موضوع، دائما احكوا شيء راح يحسن الصورة هاي أكثر. عندنا فشار محلي، عندنا فشار صناعة محلية ومنتج وطني زين ما يأذي، ليش ما تستخدموه؟ وها هي عاشتيتكم احلى. يعني انتم ما تتخيلون، انتم هاي ممكن تشوفوها شيء سلبي، انا الصراحه اشوفه كلش ايجابي.
لان وين اكو يعني تصير خلافات، هاي ترى خلافات اللي تصير الناس يستثمروها ويسوون بيها لايفات كل اسبوع لايف، وتبقى تطلع قنوات ومدري شنو. فاحنا نشوف التطور والثقافه اللي واصلينها، بحيث لما يصير خلاف بيومها راسا يطلع بث لايف يصير توضيح وتتطايب شنو، تتصافى الامور ومدري شنو. فانا بالعكس الصراحه اشوفها تطور ونقطه ايجابيه وفرصه سعيده، وتصبحون على خير وكل وين خير حبكم. باكر الساعه قولوا شروز ابي، قولوا شروز. قولوا شنو قولوا شنو، ونلتقي ما ادري وين بعد هاي شو وقت. احمد اخوي نشوفك على لازم خير. الاجتماع باكر باكر ان شاء الله بالاجتماع. ان شاء الله. يلا من رخصتكم، تصبحون على خير. على خير. سريعا يا جماعه الخير، يعني حتى تكونوا بصوره، لما حتى ننهي الحوار بهاي العباره، مهم جدا انه